يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبتدي النهارده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا الكوارع كانت متقطعه ومتنضفه وزي الفل. انا قعدتها في ميه بملح كده بليمون وسبتها شويه وشطفتها. معايا على البوتاجاز هنا حلتين فيهم ميه. اول واحده دي اللي حطيت فيها الكوارع، هديها فيها غلوة، وبعد كده اشيل الكوارع منها واحطها في مية تانية نضيفة بتغلي برضو. مش حابة تعملي الخطوة دي وحابة تشيلي الريم زي ما بنعمل اللحمة، اعمليها. تمام. بس انا بصراحة في الكوارع بحب اعملها كده، يعني بعمل الخطوتين دول. وفي ناس ما بتعملش كده، فبراحتك خالص. تمام. بس هتخلص من المية القديمة دي، والمية التانية دي بقى هتاخدي شوية شوربة بجد زي العسل. تمام. وهحط بقى بصلاية كده بطماطمية بجزراية، وهحط فلفل وورق لوري ورشة سكر. مش هحط الملح دلوقتي غير لما الكوارع تدخل في السوا. تمام. معايا بقى هنا هعمل ايه؟ هعمل رز معمر. انتوا عارفين ان انا الرز المعمر مش بحب يعني احط اللحمة فيه او الفراخ او كده في الرز على طول. لا، انا بحب اديها تشويحة كده ببصلاية. تمام. معايا معلقة سمنة بلدي، هقطع فيها بصلاية كده صغير تتشوح كده شوية، وهنزل عليها ايه بأيا كان بقى هتحطيه في الرز. تمام. بعد ما اتشوحت كده بسيط، معايا حتة لحمة صغيرة خالص، يعني دي اللي كانت موجودة عندي بصراحة، بس بتدي يعني طعم للرز حلو قوي. مش زي ما تعمليه يعني مدسوس عادي. والابيض اللي كان فيها دوت حتة حلويات، دي بتبقى موجودة يعني في فواكه المصمت، يعني زي ما بتقولوا. حطيت رشة ملح ورشة فلفل وورقة لوري ورشة قرفة. تمام. مش حابة تحطي رشة القرفة، تمام، هي مش هتغير طعم الرز ولا حاجة، بالعكس هتديله ريحة حلوة قوي، وهتدي للحمة طعم حلو قوي. حطيت يا دوبك بس ايه يعني بق مية صغير خالص عشان خاطر اللحمة اتأكد ان هي استوت. تمام. كده الكوارع دخلت في السوا، هحط لها الملح بتاعها بقى. احنا النهاردة الفيديو طبخ، يعني مش بنحكي في حاجة او مش بنتكلم في حاجة. يعني لما بيبقى في فيديو روتين بقعد ادردش معاكم يعني في كام حاجة كده. تمام. بس هنا بعمل بقى البرام بتاع الرز. مش حابة تعملي الخطوة دي ماشي، بس انا بحب اعملها اتأكد يعني ان الرز ما يلزقش في القعر. رشة زيت كده بسيطة بالفرشة، وحطيت نص الرز، وحطيت اللحمة اللي انا عملتها شوحتها بالبصلة، وهنزل ببقية الرز التاني. حطيت عليها بس رشة فلفل اسود. هحط برضو الملح بتاعي، واحط رشة فلفل اسود تاني. بس واحط شوية لبن. يعني ممكن بقى تحطي كمية اللبن كلها، بس انا بحب احط يعني النص لبن والنص مية. تمام. عندك بقى معلقة قشطة حطي، ما عندكيش تمام، بيبقى كده حلو زي الفل. انا معايا العلبة دي فيها الوش اللبن بجمعه فيها، فهاخد برضو ايه معلقتين منه كده على وش الرز، بتخليه حلو قوي وبتديله وش حلو قوي. بس ادخله بقى على الفرن، اولع الفرن يعني فوق وتحت، الشواية والفرن من تحت على اعلى درجة، لحد ما ياخد وش معايا كده. بص انا بوريكم كده، خلاص هو دخل في السوا اهو، وانا مولعه فوق وتحت عليه كده. بعد الرز ما اتشرب معايا، اطلعه معايا معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي. بعمل بظهر المعلقه كده، بس بنغزه كده. وهسقيه بقى الماده الدهنيه اللي انتي حابه تحطيها عليه. حابه تحطي زيت بس ماشي، حابه تحطي سمنه بس ماشي، بس انا بحط معلقتين ومعلقتين كده. يعني الزيت بيديله لمعه حلوه قوي، والسمنه طبعا بتديله طعم حلو قوي. وبرجع بزوده شقشاق ميه كده، وبرجع احطه تاني في الفرن على درجة حرارة هادية بقى. بغطيه واسيبه على يعني اقل درجة حرارة يستوي بقى براحته خالص.
تمام كده كان استوى معايا الرز، طلعته. ومعايا هنا الكوارع حطيتها في طاجن كده، وحطيت عليها رشة فلفل، وحطيتها تحت الشواية يا دوبك بس ايه تاخد وش بسيط كده. وبقية الكوارع اللي معايا عملت فص توم كده بمعلقة سمنة بلدي، ونزلت عليهم بمعلقة خل وشوية شوربة كده، وحطيتهم على بقية الكوارع، لان غالبا الكوارع كنا بنحب نعملها مع فتة، بس حبيت النهاردة اعمل جنبها يعني معمر. فطبعا لو هنعملها مع محشي ولا حاجة بيبقى في خطوة تانية خالص بتتعمل ببصل وطماطم وكده، بس يعني حبينا نعملها كده النهاردة. تمام، يا رب يكون الاكل عجبكم والفيديو عجبكم. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قلب اختك، ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتكتبي لي كومنت حلو منك كده يشجعني. ويا ريت تشوفي الفيديو للاخر، ده هما 5 دقايق يعني.